فضيحة والله العظيم يا ابو الكباتن، ده كان رد فعلي بعد ما شفت ركلتين جزاء لسيراميكا في لعبه واحده، مع اني اهلاوي، ولكن اول ما شفتها قلت مستحيل، دي فضيحه تحكيميه ولعبه سيراميكا لازم تطلع من الملعب. ولكن لما الماتش خلص واتفرجت على اللقطه ديت اكتر من مره، فانا بصراحه لازم اقول لك حاجه. ولكن في البدايه كده اللي شايف ان الكره دي ما كانش فيها ضربه جزاء هو اللي بيقول دلوقتي ان دي ضربه جزاء. فانا بصراحه ما بحبش الناس اللي بتبقى بوجهتين نظر. ولكن خليني معاك للنهايه. الكره الاولى اللي هي جت لمسه يد على ياسين مرعي، ولكن عايز الفت نظرك للزاويه الاولى. قبل او لحظه تسديد لاعب سيراميكا كان ياسين مرعي حاطط ايده الاتنين ورا ظهره، وهنا ياسين مرعي كان واخد حذره بشكل كويس جدا وواخد الوضع الصحيح بنسبه كبيره جدا. ولكن بقى اللي حصل لما الكره اتسددت خبطت في رجل محمد علي بن رمضان وارتدت في ايد ياسين مرعي اللي هو اصلا حاططها ورا ظهره، ولكن حصل ارتداد من القدم للايد، واللي يعتبر ايد ياسين مرعي زي ما انا وضحت لك في الصوره ما كانتش واخده اي حيز من المره الاولى، ولكن هي عشان عكست اتجاهها فخبطت في ايد ياسين مرعي. فانا مش عارف هل دي فعلا بتتحسب ولا لا، ولكن ده اللي انا وضحته لك. ولكن في قانون بيقول لك الكره لما بترتد من القدم للايد ما بيبقاش فيها لمسه يد، ولا انا غلطان؟ في الكره الثانيه بقى بتاع كوكا انت بتتكلم المسافه اقل من نص متر، تسديده قويه جدا، وفوق كل ده بتخبط في رجل يعني ياسين مرعي وبترتد في ايد كوكا، فدي 100% ما فيهاش اي لمسه يد. ان لحظه التسديد ان الكره ترتد من القدم للايد في مسافه اقل من نص متر، فبصراحه دي ما فيهاش لمسه يد. واعتقد يعني ان ما فيش خلاف على الكره دي. ولكن الكره الاولى بتاع ياسين مرعي، فانا وضحت لك وجهه نظري ومستني وجهه نظرك يا ابو الكباتن.